أنا باصلّي بس لسه باعمل ذنوب، هي مش الصلاة برضه بتنهي عن الفحشاء والمنكر؟ فعلًا صح، الصلاة بتنهي عن الفحشاء والمنكر، بس مش معنى كده إن أي حد بيصلّي مش هيغلط تاني، ربنا سبحانه وتعالى قال إن فعلًا الصلاة بتنهي عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة برضه بتأثّر على سلوك الإنسان، لكن التأثير ده بيختلف من شخص للتاني حسب حاجتين، درجة حضور القلب في الصلاة والاستمرار والمجاهدة. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ممكن الشخص يصلي ومع ذلك يتكتب له عشر أجر الصلاة، يعني تخيل إنك أنت تصلي وتاخد 10% بس من أجرك والباقي كله يضيع. ليه؟ عشان غياب الخشوع. فلو أنا بصلي بسرعة جدا أو بصلي وقلبي أصلا مش موجود مش حاضر معايا في الصلاة أو بصلي من غير أصلا وعي، ده مش هيخليني آخد القوة اللي الصلاة المفروض بتدهاني علشان تقويني على مقاومة الذنب. طب أعمل إيه؟ أنا خلاص عرفت فين المشكلة. ما توقفش صلاة مهما كانت ذنوبك، استغفر ربنا كتير إن شاء الله 3000 مرة في اليوم. افتكر إن الصلاة هي حبل صلتك بربنا، فلو أنت قطعته فأنت بتغرق نفسك. احفظ صور جديدة هتلاقي نفسك مركز أكتر في الصلاة علشان تقولها صح. عيش مع كل حركة أنت بتتحركها في الصلاة، مش مجرد أنا بسجد بركع بنزل بطلع، لا مش مجرد كده، أنا بعيش وبستشعر كل لحظة أنا بعملها في الصلاة، كل حركة بتحركها، كل كلمة بقولها أنا حتى كمان فاهم معناها. افهم معاني الآيات اللي انت بتقولها، إن شاء الله حتى على الأقل تفهم بس معنى سورة الفاتحة اللي انت بتقرأها 17 مرة في اليوم في الفروض بس. واستغل الفرصة وادعي كتير جدا في الصلاة وانت ساجد، ادعي كتير يا رب عني على ترك الذنب.